الآن نعلن لكم عن أسماء المرشحين الثلاث في مجال البرمجة. المرشح الأول هو دارفان شفان خير الدين. تحية لدارفان، 21 سنة، يسكن في مدينة أربيل. نبذة مختصرة عن العمل: العزف، ألحان مبتكرة ومؤثرات صوتية عبر الإنترنت بواسطة الذكاء الاصطناعي. أما المرشح الثاني هو آراز إبراهيم، أيضا من أربيل، وعمره 22 سنة. قدم لنا عمل بعنوان قتل الزومبيس مع وجود عناصر ممتعة. المرشح الثالث هو زياد أسعد، يبلغ من العمر 22 عام، من أربيل. مشروعه هو OCR من أجل كردستان، للتعرف على الحروف الكردية بطرق تقنية حديثة. ننتقل الآن إلى معرفة من هو الفائز الأول بعلم البرمجة. يتفضل الدكتور صفاء المعموري للإعلان عن الفائز الأول بهذا المجال. مرحبا دكتور. مرحبا. طبتم مساء. 3 تشكرات للمشاركين الأولى والآبائهم وأمهاتهم اللي حفزوهم ودعموهم أن يجون لهنا ويشاركون ويكونون موتيفيتد. والتشكر الأخير إلى مؤسسة روانجا. أكيد كعميد كلية معلوماتية الأعمال وعندي خبرة بسيطة في مجال السوفت وير، وعندنا دائما تفكير ناقد، فأحب أقدم مقترحات إن شاء الله للأعوام القادمة. المقترح الأول زيادة عدد التخصصات اللي تشارك بالمسابقة، مثل وخصوصا المرتبطة بتراثنا، الخط العربي، الزخرفة، يعني ما شئت فعدد كثيرة. والاقتراح الآخر هو التوجه نحو الجنوب في عقد اللقاءات القادمة إن شاء الله. المرتبة الأولى من نصيب. نعم. شو ما دق القلب. دكتور نقولها عنك. أهلنا يقولون الماء يوقع ما يصير خيال. المرتبة الأولى من نصيب زياد أسعد. زياد أسعد. حبي واعتزازي. شكرا دكتور. شكرا للدكتور صفاء، شكرا جزيلا. شكرا لك، ممنون. شكرا. صفاء، المنصة إلك، مايك إلك. سەرەتا زۆر سوپاسی خۆی گەورە دەکەم کەوا منی گەیاندا ئەم شوێنەوە. زۆر سوپاسی دەستگای ڕوانگە دەکەم کەوا ئەو هەلەی بە ئێمە گەیجانداوە تاوەکو لە بوارەکانی خۆماندا توانەکانی خۆمان تێدا بەدەربێخین. و زۆر سوپاسی دایک و باوک و هەموو ئەو مامۆستایانە دەکەم کەوا منیان گەیان بە ئەمڕۆ، و هەروە پیرۆزبایی لە براوەی دووەم و سێمیش دەکەم. و ئیشاڵڵا بە کۆتاش دنیا ئیشاڵڵا ئەوەیە دەست پێکە بۆ شتی باشتریشە. شكرا. زۆر سوپاس. شكرا، ألف مبارك. تلاحظون كل اللي اقول اسمائهم اني ياخذون المركز الاول، ما ادري مصادفه والله ما ادري، يعني ما ادري اني فالي زين والله ما ادري. لا اكو اتفاق بينك وبين المنظمين وإن حديث بعد الحفل. الفائز بالجائزه الثانيه آراز إبراهيم، تحيه كبيره. أكيد الفائز بالجائزة الثالثة هو دارفان شفان. ألف مبارك، إذا قلت صح. ألف مبارك.